كلنا عايزين نوصل للشخصية القوية دي، الشخصية اللي مهما حصل لها بتفضل واقفة على رجلها ومحدش بيقدر يكسرها. في الكام دقيقة الجاية هنتكلم في خطوات عملية واضحة جدا عشان نبني الشخصية دي خطوة في خطوة. جاهزين؟ يلا بينا. فكر كده، كام مرة كنت في وسط قعدة أو اجتماع وعندك رأي مهم فعلا عايز تقوله، بس فجأة لسانك يتقل وصوت جواك يقول لك اسكت أحسن. لو الموقف ده حصل قبل كده اطمن، ده بيحصل لناس كتير قوي. أو يمكن الموقف ده مألوف أكتر، حد يطلب منك طلب صعب أو مش مناسب ليك وجواك بيقول لأ مش هقدر، بس تلاقي نفسك بتهز راسك وبتقول تمام مفيش مشكلة. لو أي حاجة من دول لمستك يبقى الكلام اللي جاي ده معمول عشانك، وهو ده اللي هيكون بداية التغيير الحقيقي. بس قبل أي حاجة خلونا نصحح مفهوم غلط منتشر جدا. القوة مش صوت عالي ولا عصبية ولا إنك تفرض رأيك بالعافية، دي كلها علامات ضعف بس متغطية بقناع مزيف. القوة الحقيقية لا، دي حاجة تانية خالص. القوة الحقيقية دي بتيجي من جوه، من إحساس بالثبات الداخلي، من ثقة بالنفس مش محتاجة استعراض، ومن وضوح تام يخليك عارف أنت عايز إيه بالظبط. الهدف بتاعنا هو ده، الحالة دي من القوة اللي هنوصل لها سوا. تمام، كده احنا جاهزين ندخل على أول وأهم خطوة عملية. الخطوة دي هي أكبر عقبة بتقف في طريق أي حد بيحاول يبني شخصية قوية بجد. أيوة، هي دي محاولة إنك ترضي كل الناس اللي حواليك طول الوقت. دي أسرع طريقة تستهلك بيها طاقتك وتضيع ملامح شخصيتك. اسمع مني الحقيقة دي، مستحيل كل الناس تحبك وترضى عنك، ومجرد تقبل الحقيقة دي ده أول يوم في حريتك. خلي الجملة دي ترن في ودنك، دي مش دعوة إنك تكون شخص وحش، لا خالص، دي دعوة للحرية. حريتك في إنك تكون نفسك، تكون حقيقي، من غير ما تعيش في سجن انتظار موافقة اللي حواليك. طيب نعمل إيه عملياً؟ ابدأ فوراً من النهاردة. أول فرصة تجيلك تقول فيها لأ على حاجة أنت مش عايزها، قولها من غير تردد. اعتبر إن كل لأ صادقة بتطلع منك دي زي تمرين بيقوي عضلة الشخصية عندك يوم ورا يوم. تمام، احنا كده فكينا أول قيد. دلوقتي بقى عايزين نشوف إزاي القوة اللي جوه دي ممكن تترجم لصوت مسموع، صوت يعبر عنك بجد وبكل ثقة. الشخصية القوية ليها حضور وليها صوت، ودي أدواتك التلاتة. اتكلم بهدوء ومن غير انفعال، خلي عينك في عين اللي بتكلمه، دي لغة القوة والصدق. والأهم بقى، اتصرف كأنك واثق من نفسك تماماً، حتى لو من جواك لسه مش حاسس الإحساس ده 100%. وهنا بقى في سر بسيط لكن عبقري، عقلك بيصدق اللي جسمك بيعمله. لما تمثل الثقة في كلامك وحركتك، انت بتبعت إشارات لعقلك إنك فعلا واثق، ومع التكرار التمثيل ده بيتحول لحقيقة. الثقة بتنمو جواك وبتكون جزء منك. ودلوقتي نيجي للنقطة الثالثة، اللي هي تعتبر البنزين اللي هيشغل محرك الثقة ده باستمرار. لأن الثقة الحقيقية مش بتيجي من فراغ، دي بتيجي من إحساس حقيقي بالقيمة. طيب وإزاي نزود الإحساس بالقيمة ده؟ الموضوع بسيط، استثمر في نفسك كل يوم. كل كتاب بتقراه، كل مهارة جديدة بتتعلمها، كل مرة بتلعب فيها رياضة، انت كده حرفياً بتبني في قيمة نفسك. انت أغلى حاجة تملكها، استثمر فيها. ودي هي المعادلة السحرية. أي خطوة بتاخدها عشان تطور من نفسك بتتحول بشكل مباشر لحقنة ثقة في شخصيتك. ليه؟ لأنك بتبني إحساس حقيقي إنك تستاهل، إن عندك حاجة تقدمها وإنك عارف قيمتها كويس. دلوقتي هنتكلم عن السجن اللي كتير مننا حبسوا نفسهم جواه وهم مش واخدين بالهم، سجن الخوف من رأي الناس. ودلوقتي لحظة صدق مع النفس، بص لنفسك بجد واسأل، أنا عايش عشان مين؟ هل قراراتي دي فعلا نابعة مني؟ هل طريقتي دي هي اللي أنا عايزاها؟ ولا كل ده مجرد محاولة عشان الناس تسقف أو عشان أهرب من انتقادهم؟ الحرية الحقيقية هي القوة، إنك تعمل الصح اللي أنت مؤمن بيه، اللي مشي مع قيمك ومبادئك، حتى لو محدش سقف لك. آراء الناس عاملة زي موج البحر، بتيجي وتروح، لكن مبادئك دي هي الصخرة اللي بتقف عليها. وأخيراً وصلنا لأقوى نقطة في الموضوع كله، النقطة اللي فعلاً بتميز الشخصية اللي ما بتتزاش عن أي شخصية تانية. بص كده على الفرق ده، الصورة بتلخص كل حاجة. في الشخص اللي طول الوقت بيلوم الظروف والناس والموج، وفي القبطان اللي ماسك دفة سفينته بنفسه في قلب العاصفة. الشخص القوي مش بيدور على شماعة يعلق عليها أخطائه، لأ، ده بيتحمل مسؤولية سفينته بالكامل في الحلوة والمرة. الغلط مش نهاية الدنيا، كلنا بنغلط. القوة الحقيقية بتتبان في اللي بتعمله بعد الغلط.
هل هتخاف وتدور على أعذار ولا هتقف بشجاعة وتقول أنا غلط وتتعلم الدرس وتكمل طريقك وانت أقوى؟ الاختيار ده هو اللي بيصنع كل الفارق. وخليك فاكر دايما القوة دي مش حاجة بنتولد بيها، دي قلعة بتتبني طوبة طوبة بقرار ورا قرار وموقف ورا موقف، والأدوات والإرادة في إيدك أنت. وفي النهاية السؤال ده موجه ليك، قدامك طريق من اتنين، يا إما تبدأ النهاردة رحلة بناء أقوى نسخة ممكنة من نفسك أو تفضل مكانك زي ما أنت. الاختيار اختيارك والقرار قرارك.